السلام عليكم جماعة. النهاردة عايز أتكلم عن موضوع مهم جدا. لا حقيقة في الدين ولا حقيقة في العلم ولا حقيقة في الحق. تمام. والمواضيع دي طول ما محدش بيتكلم فيها هتفضل عاملة زي الجرح اللي عمال يعمل غرغرينة، والناس عمالة تلهي نفسها إن لا أنا كويس مفيش حاجة وعايشين في الإنكار. والمواضيع هتفضل تزيد لغاية لما هتعمل مصيبة. تمام. أنا عايز أتكلم عن موضوع السن القانوني ممارسة الجنس. تمام. مين اللي حط إن السن القانوني 21 سنة؟ بناء على إيه؟ خلوني اقول وجهة نظري. تمام. اوشو المعلم بتاعي، يعني اللي ما يعرفش اوشو يا ريت يسيرش ونوفر على بعض الكلام الكتير. اوشو بيقول ان ذروة الطاقة الجنسية سن 14 سنة. تمام. واظن ده يفكرنا بحاجات في الدين ان الناس زمان كانت بتتجوز من سن صغير وبتاع، فيمكن ده يفسر ايه الفكرة ان الناس كانت بتتجوز زمان من سن صغير. دي حاجة. تاني حاجة، كل المجتمعات البدائية كان فيها فكرة ان جنس مع ناس سنهم صغير. تمام. ايه الفكره؟ نتكلم بالعلم. تمام. السايكو سيكشوال ديفلوبمنت بتاعت فرويد اظن عارفين فرويد، حاطط نظريه للتطور الجنسي في النفسيه البشريه. بيقول ان البني ادم بيعدي باربع مراحل نفسيه. اول مرحله اسمها اوتو سيكشوال، يعني البني ادم بيستكشف جسم نفسه. تمام. تاني مرحله اسمها هوموسيكشوال، يعني الولد بيكتشف جسم صاحبه والبنت بتكتشف جسم صاحبتها. المرحله الثالثه هيتروسيكشوال، يعني الولد بيقول لاخته عرفني على صاحبتك، والبنت تقول لاخوها عرفني على صاحبك. المرحله الرابعه على سن ال40، لو الواحد ماشي مظبوط على مدار حياته بيوصل على سن ال40 خلاص بيبقى شبع، يقدر يعمل سكس لو عايز، بس خلاص هو شبع يعني. تمام. مفيش الهوس الجنسي اللي احنا فيه دلوقتي ده. تمام. فاي مرحله من المراحل دي لو حصل فيها صدمه او حصل فيها بلوك، البني ادم بيقف عندها بيتعقد في الحته دهيت. تمام. واحنا من اول مرحله، من اول ما الطفل يلمس نفسه، ايه ده هم عيب، ايه ده ما اوعى تمسكي البيبي والميمي والفيفي والنيني والكلا والحركات دهيت. تمام. لو الولاد وهم صغيرين يكتشفوا جسم بعض، ايه ده انت خوال ولا انا خوال يا ابن الله مش عارف ايه والحركات الوسخه دهيت. تمام. آه، الجواز انا لسه يعني الحلقه الجايه بقى عن الجواز. تمام. فانا شايف من اكبر المؤامرات اللي اتعملت على البشر موضوع السن القانوني ده. تمام. لان في الماكروبيوتكس من القواعد الاساسيه للماكروبيوتكس ان ربنا خلقنا من كل شيء زوجين، ذكر وانثى. ذكر وانثى مش بس راجل وست، زوجين. كل حاجه ربنا خلقها في الكون الطاقه وعكسها، يمين شمال فوق تحت، ابيض اسود، صيف شتاء، ساقع سخن، كل حاجه في الطاقه راجل وست. تمام. فدي اول قاعده، ان خلقنا من كل شيء زوجين. تاني قاعده ان الذكر بينجذب للانثى والانثى بتنجذب للذكر. تالت قاعده ان كل ذكر جواه طاقه انثى وكل انثى جواها طاقه ذكر. القاعده اللي بعد كده ان الذكر الصغير بينجذب للذكر الكبير والانثى الصغيره بتنجذب للانثى الكبيره. تمام. القاعده اللي بعد كده ان طاقه الذكر القويه بتنفر من طاقه الذكر القويه، وطاقه الانثى القويه بتنفر من طاقه الانثى القويه. دلوقتي حصل ان المجتمع كله والعالم كله اتشقلب بسبب ناس انا شاكك ان هم محطوطين بفعل فاعل، حطوا قواعد معينه عشان يبقى ما بني على باطل فهو باطل، فهم بيبوظوا النظام من اوله عشان كل ما يترتب عليه بعد كده كله يبقى بايظ. تمام. افهموني اسمعوني، انا عارف ان كلامي ده شاذ وخرا وبتاع وهتهاجم، اسمعوا دين امي لغايه الاخر. تمام. دلوقتي انا شايف لو الامور اتثبتت بطبيعتها زي كل الثقافات والبيئات الطبيعيه اللي عايشه على فطرتها، اللي عايشه على الطبيعه، كل الثقافات الطبيعيه اذا كان بدو، اذا كان صحراء، اذا كان فلاحه، اذا كان اي حاجه، في ثقافه ان الراجل كبير وولد صغير بيبقى في بينهم علاقه. ومش قصدي خرا نيك في التيز، مش هقعد بقى اقول كلام وسخ. تمام. مش شر... ده مش طبيعي لا في الراجل ولا في الست ولا في اي بني ادم. اللي انا بتكلم فيه اكتر حاجه عاطفيه. تمام. وحتى لو في حاجه جسديه بس مش لازم تكون حاجه نكسه. مجرد ان بيلعبوا انا عايز جماعه افهموا اسمعوا، انا عندي 39 سنه، انا الطفل اللي جوايا لغايه دلوقتي ما شبعش. انا عشان كده شاذ ولسه، ومريم امي قالت لي ما تقولش كلمه شاذ، قول كلمه مميز. تمام. انا عامل زي اللي راكب اسانسير اللي طالع للدور ال 15 ووقف الدور السابع ووقف.
فانا دلوقتي جسمي شكلي شكل راجل كبير، بس انا روحي طفل صغير، ومش ما لقيتش الراجل اللي اشوف ذكورتي فيه واتعلم منه وانا صغير. وابويا كان راجل كبير، فبابا كان ينفع يبقى جدي، ما كانش الرمز البطل بتاع الطفل الصغير. انا كان البطل بتاعي كان ماهر بتاع كرتون مازينجر، لو حد كان يعرف كرتون مازينجر، فانا كان شخصيه كرتونيه. ما علشان القوانين والحرام والعيب والغلط والحاجات الاجتماعيه اللي حطت البلوكات دي، انا ما كملتش نفسيا. تمام. وده مش عندي بس، كله دلوقتي اشباه النساء واشباه الرجال، محدش مكتمل. زي الواوا، بوس الواوا ويلحس الواوا ونيكه الواوا والكلام ده كله، ليه الواوا والامثالها موجودين؟ ما لقيتش راجل، الست عايزه راجل، ما لقيتش راجل يرضيها ويخليها تنمو في رحلتها الروحانيه، ففضلت متعلقه ان هي لغايه سن 50 وال60 وال70 لسه بتعمل عمليات تجميل ولسه بتحط ميك اب والمناظر دهيت. فاحنا المجتمع كله بايظ لانه مبني اصلا غلط ومحدش بيتكلم. وعلمائهم شر علماء، منهم تخرج الفتنه واليهم تعود. كله قال انت فاهم انت بتقول ايه اصلا؟ انت عندك علم؟ انت عندك اي بتاع؟ انا مش فاهم، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. تمام. ف ف ف انا اكاد اجزم ان 100% من الرجاله عندهم انجذاب جسدي للرجاله. كل الرجاله عندها انجذاب جسدي للرجاله، وده طبيعي ومفهوم، لان زي ما قلنا السايكو سيكشوال ديفلوبمنت، الاربع مراحل بتاعت التطور الجنسي. لو واحد قدر يوصل لمرحله ان هو بيحب الستات، وصل لهيتروسيكشوال، اكيد هيقدر يبقى عدى بالمرحلتين اللي تحتيهم، بدليل ان كل الرجاله بتضرب 10، مش هنضحك على بعض. فمعنى ان انت بتعرف تضرب 10 اللي هي الاوتو سيكشوال، يبقى معنى كده ان انت عندك الهومو سيكشوال اللي اكيد وصلتك للهيتروسيكشوال بالعقل. تمام. واعتقد معظم العلاقات بين الرجاله ومراتاتهم او بين الرجاله والستات بايظه بسبب ان المشاعر الطبيعيه بتاعت الهوموسيكشوال مكبوته. فالناس يا اما بتكبت المشاعر دي وبتهرب منها وبتنكرها، يا اما لو اعترف بيها بيعيش فيها في الخفا وبيبقى محرج من نفسه وحاسس بدونيه وحاسس ببتاع وعايش حياه مزدوجه، يا اما بيتقبل نفسه بشكل اوفر وبيبقى فيمينين وبيبقى شكل شرموط، يا اما بيبقى زيي والناس كلها بتقول عليه مجنون وبترجمه. فهو ما فيش وسط يعني. هو انا نفسي افهم، هو ما فيش حل يعني؟ ما فيش امل؟ خلاص بقى تنزل على دين امنا قنبله نوويه ونتفجر ونخلص من دين ام الحياه اللي احنا عايشينها؟ انا مش فاهم ايه الحل الصراحه، انا مش فاهم. فانا شايف طبيعي